فيديو أعاد نشره جمع بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز من مسلسل لمالوش كبير الذي جمع بينهما في موسم رمضان 2021، خاصة بسبب التعليق الذي دونه على الفيديو وتسبب في حيرة البعض، بينما تكهن آخرون بكونه اعتذارا. وفي التفاصيل، نشر أحمد العوضي مقطع فيديو جمعه بطريقته الفنانة ياسمين عبد العزيز من مسلسل لمالوش كبير عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي شهد اللقاء الثاني لهما في المسلسل والمشاجرة التي اندلعت بينهما فيه. وكتب أحمد العوضي تعليقا على الفيديو قال فيه: طب اسمع يا وحش الكون، مفيش فلوس ومفيش اعتذار. أخرج هاتي مقتبسا تلك الجملة من المشهد الذي نشره. تفاعل متابعو أحمد العوضي مع ذلك المقطع بشدة، خاصة مع تكهن بعضهم بأنه تلميح إلى احتمال عودته إلى ياسمين عبد العزيز، بينما قدم لهم البعض التهنئة بالفعل، وكتب آخرون تلميح للعودة بالاعتذار. وعبر الكثيرون عن أمنيتهم أن يكون هذا التكهن صحيحا، خاصة بعد صدمة انفصال الثنائي. وربط البعض بين المشهد الذي نشره أحمد العوضي والظهور الأخير لياسمين عبد العزيز بصورة لها عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام ضمن الحملة الترويجية لأحد دور المجوهرات. وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة تشير بعلامة قلب بيديها، وكتبت عليها: كل عام والحبيبة بخير، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب. وتصدر ثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ترند أكثر من مرة من خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أعلنت الفنانة المصرية طلاقهما رسميا، وأن حالة الود والتقدير والاحترام ستظل بينهما. وبعد أيام قليلة من إعلان طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تعرض الأخير لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى بعد أن تعرض للانهيار خلال تصوير مسلسل حق عرب الذي عرض في ضمن موسم دراما رمضان 2024.